وزارة الثقافة احتفت بالشاعر علي الحيدري الذي امتلك القدرة على الارتجال وكتابة الشعر الملمع. علي عبد الأمير حسين الحيدري ولد عام 1936 في ناحية قلعة سكر شمال مدينة الناصرية. نشأ وترعرع في بيت يتنفس الشعر ويحتضن الخطباء الكبار، حيث كان والده يملك أحد المجالس الأدبية ليراقب منذ نعومة أظفاره عديد الشعراء ولتختزن ذاكرته بما نظموه، مما شجعه على كتابة الشعر. بعد أن بلغ 14 انتقل إلى بغداد سنة 1954 وكان مقر عمله بمثابة مجلس أدبي تلتقي فيه نخبة من الشخصيات الفكرية والمعرفية من العلماء أمثال الدكتور علي الوردي والدكتور حسين علي محفوظ والشيخ جلال الدين الحنفي. الحيدري اليوم إذ يستذكر تلك الأيام لم يخفي عتابه على الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق. نشأت في هذه البيئة وترعرعت فيها وأخذت عنها خلفيتها الأدبية، خلفيتي الأدبية، لأنها كانت مشهورة بالمجالس الأدبية. لذلك نظمت الشعر الشعبي وأنا في الثامنة، والشعر الفصيح وأنا في الثانية عشرة، واستويت عليه في الرابعة عشرة. يعني مضى على نظمي للشعر يعني أكثر من 60 عام، بحدود 60 عاما، ولي 10 دواوين طبعا. بعض معاصريه تحدثوا عن تميزه من بين أقرانه بقدرته على الارتجال، حيث استطاع أن يرتجل في مناسبة ما قصيدة من 100 بيت، فضلا عن قدرته على كتابة الشعر الملمع. كما أرخ لمدينة الغراف التابعة لمحافظة الناصرية في 10 مجلدات طبع منها 1 فقط. كما أنه تميز بقضايا الشعر العامي. الشعر العامي أو الشعر الشعبي فيه أغراض متنوعة كما هو في شعر القريض الشعر العمودي. من هذه الأغراض الشعر الملمع، فمثلا قصيدة لوالده، الشعر الملمع قد لا يعرفه الكثير، هو أن يكون شطرا من الشعر العامي باللغة العامية وشطرا باللغة الفصحى. وزارة الثقافة احتفت بهذه النخلة العراقية في إطار سعيها لتكريم عدد من المبدعين العراقيين من شعراء وكتاب. ومنحته الوزارة اليوم في احتفال حضره مثقفون ومبدعون لوحة وزارة الثقافة وشهادة تقديرية لما قدمه للثقافة العراقية من إرث شعري وبحثي. ولا يمكن لأية أمة أن تدرج في مسالك الرقي والتقدم ما لم ترعى عظماءها وما لم تحفظ حقوق هؤلاء العظماء والمبدعين. من داخل مبنى وزارة الثقافة ببغداد، موفق مجيد، الحرة. إليكم أبرز